انتم عزاز عليا هادشي كلشي على الرايه والله يخليكم ليا. واش كاين شي رياضي في العالم اللي يقدر يجمع ما بين الحب والكره، الجنون والعبقريه، السقوط والنهوض بحال بدر هاري الملقب بالفتى الشرير اللي خلى العالم يحبس الانفاس ديالو للسنوات؟ واليوم ما غاديش نهضروا غير على الضربه القاضيه ديالو، غادي نهضروا على الراجل والمقاتل اللي وراء القفازات. علاش بدر هاري هو اكثر رياضي مغربي كيثير الجدل، وكيفاش قدر يرجع في كل مره ظن فيها الجميع انها النهايه. معكم قناه الصوت وحكايه. كنتمنى الخوت الى عجبكم الفيديو دعمونا بواحد لايك واشتراك في القناه وشي تعليق زوين بحالك، ونبداو على بركه الله. وهذه قصه الاسطوره بدر هاري. تزاد بدر في سنة 1984 بقلب أمستردام. الوالدين المغاربة كيفحوا باش يوفروا ليه لقمة ديال العيش. بدر ما كانش طفل هادي، كان فيه الشغب وكثرة الحركة الزايدة. الأب ديالو قرر يدخلوا الكيك بوكسين باش يفرغ ديك الطاقة السلبية، وتما بدات المعجزة. في سن 18 عام بدر ما بقاش غير كيتدرب، ولا كيدمر الخصوم ديالو. كلشي كيلاحظ أن هاد الولد عنده ستيل مغربي 100%، الشجاعة المفرطة والتقنيه الخياليه. ملي مشى بدر اليابان العالم تخلع، وكان كيسقط مجموعه من الاساطير. بدر ما كانش كيدخل غير باش يربح، كان كيدخل باش يمحي الخصم ديالو. في هذه الفتره ولا بدر هاري هو الواجهه ديال المغرب في العالم، كان كيرفع الرايه ديال المغرب في كل فوز ديالو، وخلى الملايين ديال الشباب يحلموا يلبسوا القفازات بحال. ولكن مع العظمه كتبدا المشاكل. الحياه ما بقاش ديما ورديه. نوبه الغضب ديال بدر خرجت من الحلبة للشارع، مشاكل قانونية، السجن والضغوطات إعلامية كثيرة. بزاف قالوا بدر سالة، طاح في الفخ ديال الشهرة والمال، وبعد بزاف على التدريب. هذيك كانت أصعب مرحلة في حياته، كيفاش البطل العالمي يصدق وراء القضبان. ولكن الأسطورة ما كتموتش بسهولة. بدر رجع هاد المرة ماشي غير بطل، ولكن الأب، المسؤولية، رغم الاصابات اللي غدرت به في اهم الماتشان ديالو بحال الماتش ديال ريكو اللي كامل شفناه. بدر بقى واقف. علاش؟ حيت بالنسبه ليه الخساره الحقيقيه هي الاستسلام. واليوم في 2026 كنشوفوا بدر هاري قدوه في الاصرار، كرجل طاح 100 مره وناض 100 مره. قصه بدر هاري كتعلمنا الموهبه بوحدها ما كافياش، وان الانضباط هو اللي كيدير الفرق. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You
shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Coming out with a statement. You really changed, man. All your music and arrangement. You don't know shit. Shut your mouth. You can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes. Positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future. We all start losers. We're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. What you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. ولكن الأهم كنتعلموا أن الصقور كيمرضوا ولكن ما كيموتوش. قول لنا في التعليقات اشنو هي اللحظة اللي عمرك تنساوها البدر هذا، واش كتعتقدوا أنه أحسن رياضي في التاريخ المغرب؟ ورمضان مبارك سعيد، ونتلاقاو في قصة بطل جديد إن شاء الله. كان معكم الصوت وحكاية، تهلاو.